عمرك سألت نفسك ليه سفينة شحن عملاقة بمحرك طوله 4 أدوار بتمشي في البحر أبطأ من عجلة ماشية في الشارع؟ معقولة التكنولوجيا عجزت إنها تسرع السفن دي؟ الحقيقة إن الموضوع ملوش علاقة بالشطارة، الموضوع إن البحر عامل مع السفينة دي خناقة كبيرة. تعال بقى أقول لك ليه. تخيل لو حاولت تجري في حمام سباحة هتحس إن المية بتثبتك وبترجعك لورا، صح؟ أهو ده بالظبط اللي بيحصل مع السفينة. المية وسط تقيل جدا، وكل ما السفينة تحاول تسرع المية بتعمل قدامها كوم عالي جدا كأنه جبل. السفينة بتبقى حرفيا محبوسة جوه الموجة دي، وبدل ما بتمشي لقدام بتبقى كأنها بتحاول تطلع جبل، والمطلع ده ما بيخلصش. هيطلع حد يقول لي يا حسام ما نركب موتور أقوى وخلاص. أقول لك بقى هنا المشكلة التانية. لو فكرت تسرع السفينة سنة صغيرة هتلاقي استهلاك البنزين طار في السماء. يعني عشان نسرعها 10% بس ممكن تدفع 40% زيادة من ثمن الوقود، والسفن دي بتصرف ملايين، فمحدش مستعد يرمي فلوسه في البحر عشان يوصل بدري كام ساعة. في النهاية السفينة دي مش عربية سباق، دي تريلا في البحر، هدفها تشيل أكبر حمولة بأقل مصاريف، والبطء هنا هو قمة الذكاء الهندسي. تفتكروا بقى لو النت والطيارات بقت بسرعة الضوء السفن هتفضل هي السلحفة اللي بتشيل العالم؟